هو بالحته ناحيه الشمال، يعني 2 باك ليفت لا ده هو دلوقتي ده هو سبق، انت ما خدتش بالك قال ايه؟ قال حرام عليك انت مديني فرده. يعني من الاول كده بتتبرع. ماشيين يا كابتن، لسه اول فرصه بالنسبه لي. ده بركات قاعد له، قاعد النهارده. قاعد في قطر، بركات قاعد قاعد لك بيتابع النهارده. الموقف، وكان في مكالمه وقال لك انا مستني النهارده اشوف الكابتن. يا اما تتاكد رؤيته يا اما يبقى في كلام تاني. طيب يعني عايزين ندردش دردشه عامه. يعني خليني ابدا، مش عايز ابدا قوي بمنتخب مصر لان الكل اتكلم فيه، لكن هنتكلم اكيد فيه يعني. لكن عايز ابدا ما هي مفاجآت هذه البطوله، يعني كل واحد من وجهه نظر حضراتكم يقول لي مفاجاه من المفاجآت، وهنعرض لقطات لهذه المفاجاه. نبدا بمين؟ اللي انتوا عايزينه مين يا كابتن؟ مين يا كابتن؟ سيد اهو. كابتن سيد يلا. يعني اكبر مفاجاه بالنسبه لنا منتخب فلسطين بامانه يعني. فلسطين. عمل ماتشين رائعين، مكسب على صاحب الارض، على منتخب قطر اللي هيلعب كاس عالم، مكسب مهم جدا. المباراه طبعا والماتش النهارده كمان مع منتخب تونس، لا يعني في حاجه تعادل النهارده. يعني ماتش انت كنت خسران لاخر 10 دقائق وبتقدر ترجع في رتم كمان يا كابتن موجود. انا متفاجئ بيه بامانه، في رتم، في سرعه، في اداء موجود جوه الملعب. فالرتم ده مش منتخب فلسطين بس، معظم فرق البطوله اللي بتلعب. يعني خلال الجوله الاولى وحتى مباريات النهارده، الماتشين النهارده بدايه الجوله الثانيه رتم عالي جدا، فيهم سرعه أوي. يعني بامانه قبل البطوله الواحد ما كانش يتصور ان الاداء هيبقى بالشكل ده. انما اكبر مفاجاه بامانه لازم نحييهم تحيه كبيره جدا، منتخب فلسطين جاي من بعيد، ما فيش معسكرات، لعيبه كلها بعيده عن بعض، بيعملوا اداء جوه الملعب. انت تتفرج على فرقه كوره بتلعب كوره، اللعيبه الكل، واللعيب اللي بيلعب في مكانه الباك ليفت، باك ليفت يعني باك ليفت محترم، تحس انت بتتفرج عليه. لعيبه نص الملعب، بتتكلم على حامد حمدان النهارده، بتتكلم على الفراوده، بتتكلم على حتى الديفنس. لا فرقه كويسه بامانه، لازم نحييها تحيه كبيره جدا على الاداء والروح جوه الملعب قوي. يعني وجهه نظر كابتن ايمن واحنا بنتكلم على فلسطين، طبعا حاطين الماتش قدامنا بتاع النهارده، فعلا ماتش غير طبيعي يعني، هي ماتش من الماتشات اللي يعني يرفع لها القبعه يعني. عايزك تقول كلمه على المنتخب الفلسطيني، يعني اللي زي ما قال الكابتن سيد، يعني لا ناقه له ولا جمل في الاعداد ولا في التجهيز ولا يعني، خلينا نكون واقعيين يعني. طبعا انا هاخد طبعا من كلام كابتن سيد. طبعا المنتخب الفلسطيني يعني اشتغل بشكل كبير جدا على حته الروح والاصرار والحته الفنيه. نعم. لكن بحييهم اكتر حاجه عملوها بشكل كبير جدا هي حته الروح والقلب.